السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش سامحوني عشان تعبان، بس أنا اللي استفزني شوية العيال اليوتيوبر اللي محسوبين على النادي الأهلي. أول حاجة، أبو المخاصي ده مش هيسيب الأهلي يجيب صفقة زي الناس، هو والإتربي وأبو علم ومحمود شوقي وعلى شكلته، وحياة دقن البيضة ديت الأهلي ما يعرف يجيب صفقة زي المخاليق بسبب شوية العيال اللي هم على اليوتيوبر المحسوبين على الأهلي. واحد يطلع يقول لك أنا أسطورة عبر بحار. عبر بحار إيه يا عم الحمار؟ عبر بحار إيه يا عم الحمار؟ يا أخي يا أخي احمد ربنا على اللي أنت فيه، واطلع قول ما تضرش النادي. لو أنت أهلاوي ما تضرش النادي. دلوقتي اللي استفزني خليت طلعت أعمل فيديو، أبو علم طالع، شفت ما فيش 5 دقايق كده يقول لك أصل الكابتن سيد عبد الحفيظ مسافر. لو اللي في بالي ده يطلع صحيح. إيه يعني؟ وأنت بتشتغلنا ولا بتشتغل نفسك يا أبو علم؟ يعني انت عاوز تبين لنا ان سيد عبد الحفيظ قال لك يا ابو علم والنبي خلي بالك من النادي على بال ما اروح الصفقه اجيب الصفقه دي؟ يا جدع حرام عليك يا جدع، اقسم بالله انت ما عندك فكره عن الكوره يا ابو علم. انت راجل صحفي وممكن تكون صحفي شاطر، بس انت مش قوير، مش قوير، وانت بتضر النادي، بتضر النادي. ولاد ابو علم ابو علي قبل كده برضو صفقه مارسينهو طلع الساعه 4 الفجر هو محمود شوقي بوظوا الصفقه. الواد مارسينهو البرازيلي اللي كان هيجي للاهلي وكان لعيب حكايه. في ايه؟ كل شويه الاهلي هيتعاقد مع لاعب اوزبكستاني، هيتعاقد مع سفيان بن جديد، والنهارده جاكسون موليكا فسخ عقده الاهلي هيتعاقد معاه. الاهلي هيتعاقد مع مهاجم كولومبي. في ايه يا عم؟ في ايه يا سيدي؟ ده انت شغال سكاوتنج لبيراميدز وبياخد منك الصفقات. وبالنسبه لبيراميدز يا رجاله يقول لك اصل الاهلي بالنسبه لانبي او بالنسبه لبيراميدز الاهلي هيخش في صفقات بتاعت انبي اللي رايحه بيراميدز. لا اصل الاهلي مش عاوز يتعامل مع رئيس نادي بيراميدز. ليه يا عم؟ رئيس نادي بيراميدز اسرائيلي؟ رئيس نادي بيراميدز عاوز فلوس تدي له فلوس. هو الشرعي معروف كده بيشتغل لمصلحه ناديه. قال لك بكذا ب 10 جنيه ادفع له ال 10 جنيه وخده. وصف ورغبه اللاعب هي اللي هتفرق معاك. يا اخي انت تسيبه زي ما سبت الواد مصطفى شلبي قبل كده، ومصطفى شلبي لعيب كبير والله واحنا خسرناه ولسه بيلعب حلو لحد النهارده في بنك الاهلي. انت كل حاجه هيخش فيها مندوع عيد ولا عمرو بسيوني هتسيبها كده بالسهوله دي؟ ما كفايه حامد حمدان، كفايه فخوري. انت اللي بتشاور على اللعيبه وهو بيروح ياخدها منك. اتعلم. وانت كنت الاول بتقول والله احنا ما كنا محتاجين ياسين منصور وفلوس ياسين منصور. مش هنتكلم تاني في الفلوس اللي راحت في المصيبه دي، ما نعرفش راحت فين، ما نعرفش راحت فين. دخلك يجي 20 مليون دولار السنه اللي فاتت، وكنت اتعاقدت مع زيزو وكنت متعاقد مع تريزيجيه قبل ما الفلوس دي تيجي. طب الفلوس دي راحت فين؟ المهم وبالنسبه للفلوس بس عشان ما انساش، يقول لك احنا اتعاقدنا مع كاموش عشان ما كانش فيه سيوله 2 مليون، كان هيجيبوا سفيان بن جديده او الواد ميمي بتاع العراق 2 مليون. طب ما ياسين منصور معاك ما كان دفع 2 مليون وكان النادي اداهم له. انت مش شايف مندوع عباس بيعمل ايه؟ مش شايف مندوع عباس بيعمل ايه؟ يمكن ما تعرفلهاش مالك، ما تعرفهاش ريس، ما تعرفلهاش ريس والله. ايه الاهلي محتاج ايه عشان وجع القلب ده كله؟ والمفروض سيد عبد الحفيظ بيه اللي راح جاب عمرو الجزار النهارده الواد اسامه فيصل جايب جون يتدرس، اقسم بجلاله الله جون وسام ما يعرف يجيبه. جون وسام او ممكن وسام يجيبه بس مش بالطريقه دي. الواد احمد متعب لعب له كوره بالعرض وشه مش اتجاه الجون، ده الكوره جات له راح محرك رقبته. الرومان بيلي حرك رقبته في الزاويه البعيده شال الجون وهو واقف، والجون جاله شال حط له على الثابته. جون اقسم بالله لو في عدل كان النهارده القنوات الفضائيه كلها اتكلمت عليه، حتى لو البنك الاهلي اتغلب النهارده. يعني انت لو كنت جبت اسامه فيصل مكان الجزار يا راجل، حتى خلي اسامه فيصل ساعدنا في ماتش واحد، ماتش تعادل فزنا فيه، كنا 2 بونت زياده، كنا ضمننا مركز تاني. حتى لو الزمالك خد الدوري كنا احنا بقينا 52 نفوز، هنبقى 55. بيراميدز كان هيبقى 54 لو فاز.
يمكن راح تجيب لي عمرو الجزار. عمرو الجزار اللي ما لعبش ب 10 جنيه لحد النهارده، واللي جاب عمرو الجزار في صفقه في يناير وما لعبش لحد ما الموسم خلص يتحاكم. اصل مش مال ابوك ولا ابوه، مش مال ابوك ولا ابوه. تجيب لعيب ب 60 مليون وما يلعبش بتعريفه، انت جايبه مصاب يا عم القرد انت وهو. طب انت عاوز تجيب جزار بجزار كنا جبنا محمود الجزار بدل عمرو الجزار، ده لو انت عاوز تعمل في الدفاع. لكن ده انت شايف عندك المشكله في الهجوم، وقالوا لك خد اسامه فيصل. ده اسامه فيصل لو ب 100 مليون يا راجل كان احسن من الجزار 100 مره، كنا خدنا الدوري بيه. الكور اللي ضيعها تريزيجيه وضيعها محمد شريف وضيعها كامش نفسه في اول مباراه ايام قدام البنك الاهلي كان جاب حقه. الاهلي محتاج مين عشان ما توهش منك؟ انت ضيعت حمد حمدان علينا وخلاص، مش هنعرف نجيبه تاني من بيراميدز. تصلح غلطتك تجيب محمد رضا بوبو. هو دلوقتي فين؟ بيلعب في سيراميكا، وانت وسيراميكا كويسين مع بعض، لو بفلوس كتير ادفع. محمد رضا بوبو من سيراميكا وانتوا كويسين مع سيراميكا. عندك محمود صابر في زد، وانت وزد الاثنين ما بيحوشوش عنك حاجه. ده على الكلام اللي بيظهر لنا، بس لو خدوا فلوس هيبيعوا لك. هم بيبيعوا وبيشتروا. يبقى ادي اتنين في نص الملعب هتعوض بيهم احسن من حامد حمدان 100 مره. الثلاثه بتوع بيراميدز اقطاي يا عم، اقطاي يروح بيراميدز زي ما هم عاوزين. لكن الواد محمد الواد اللي اسمه علي محمود ده ما تسيبوش، ده لعيب ليه شكل تاني عن اي لاعب نص ملعب في الدوري المصري. ما فيش الستايل بتاعه في الدوري المصري. وجيب حامد عبد الله انت محتاجه. حتى لو جبت الواد ابراهيم عادل، حتى حامد عبد الله ليه ستايل. طب والله العظيم عشان ما حدش يضحك بس ولا يتريق، الستايل بتاعه زي الواد فينيسيوس جونيور، والله زي فينيسيوس جونيور. يمة الشمال دي كلها واخدها كده فعت ورد، وما عندناش لعيب زي كده. انت عندك اما تريزيجيه اتصاب لعبنا زيزو طرف الشمال وما ينفعش، وما نضمنش ابراهيم عادل هيعمل ايه ولا هتعرف تجيبه ولا لا. واللعيب اللي اسمه حامد عبد الله عنده 20 سنه، يعني لعيب ده لو حتى جبته وجبت ابراهيم عادل وطلعت الواد ده اعاره، يعني تشتريه من انبي وتسيبه الانبي اعاره. انت كنت بتعمل كده ايام جوزيه. يمكن بدل ما عاملين يشحططونا شمال ويمين، يقول لك هنجيب الواد اللي اسمه واد من طلائع الجيش، او الواد اللي اسمه طارق علاء ده لما كان بيلعبنا في زد كان عامل علينا ماتش كبير، بس بعد كل المباريات اللي بيعملها دلوقتي ولا يسوى، ما يفرقش حاجه عن الواد اللي اسمه ابراهيم الاسيوطي. انت عندك ممكن توظف كريم فؤاد، بس ربنا يستر عليه من الاصابات. وانت كده عمرو الواد عمر اللي كان عندنا اللي راح سيراميكا ده، عمر كمال هيرجع، مش هتعرف تتصرف فيه والكلام ده. وبعدين محمد عبد المنعم هنجيب كل واحد. محمد عبد المنعم قرب، محمد عبد المنعم قرب، الكابتن ياسين مظبط. يا عم هو اللي خلق محمد عبد الله، ما خلقش غيره. اقسم بالله محمد عبد الله شخصيته دي، روح وتعالى على رامي ربيعه يمكن كان يعني بيبقى حنين شويه عن محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم لو جاله عقد بيراميدز واغلى مننا اقسم بالله لا يروح بيراميدز، هيروح السعوديه. ومحمد عبد المنعم كان نفع بره، ما نفعش بره، ما نفعش. انت عمال تقول العسقلاني، الاياد العسقلاني بتاع الاسماعيلي بقى له 3 سنين من اول ما ساب الاسماعيلي، ولا حد عرف يتعاقد، واحنا ما نعرفوش ولا شفناه اصلا في الاسماعيلي، ولا هو كان حلو كان الاسماعيلي جرره. لكن كله مال وهوى وجبر يطلع يفسي ان اشرف داري ماشي، لا اشرف داري مش ماشي. ما تسيبوا الناس في حالها، ده مباراه قدامنا ممكن نفوز وربنا يكرمنا وانبي يتعادل نخش افريقيا. الزمالك يتغلب نبقى بطل الدوري او تاني افريقيا لو بيراميدز فاز. لكن انت عمالين تخبطوا في اخبار مش حقيقيه وعمالين تملوا هوا. انا مش عارف انتوا بتحبوا الاهلي ولا بتكرهوا الاهلي. انتوا بتحبوا مصلحتكم. وانت يا كابتن شوبير انت بتقول ابنك مش هيلحق المباراه، انت خايف على ابنك علشان الاصابه، حتى لو الشناوي مش جاهز، خايف على ابنك عشان الاصابه عشان كاس العالم. ما ترقص علينا يا شوبير، لان انا اكتر واحد فاهم الناس اللي زيك يا شوبير. انت خايف على ابنك لا يتجدد له الاصابه بس. وربنا يستر على النادي الاهلي، وما بيحبش النادي الاهلي الا جمهور النادي الاهلي اللي بيستفادش حاجه من النادي الاهلي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.